بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق الأمين. إننا اليوم كمهنيين جئنا في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كان ربما كانت آخر، لأنها كنعتبرها جاءت في واحد الوضع اللي هو وضع ديال الضغط، ووضع ديال أن المهنيين يأسوا من الحوار بعد ما قمنا مجموعة من الوقفات ومجموعة من الحوارات ومجموعة من الوعود وكذا وكذا. اليوم المهنيين استنفذوا جميع وسائل الحوار، واليوم ولى السبب راه الكل اللي اعلم تحلى كل شيء ولا تعرف نفس ان المشكل ديال ان واحد القطاع نقطة انطلاقة كتسمى عين النزار، هذه اللي كانوا المهنيين ديال السطات كيتعايشوا معها وتيخليوها انها تحمل الركاب في تعايش من السطات للعين عموما. اليوم انها بدات كتجرأ وما بقاش راضيه بهذا الوضع هذا، ولات كتقول بانها اصبحت عندها باغا تخدم في المدينه وباغا عندها نقطه ولات الاستراتيجيه ديالها. حنا تنقولوا هاد الناس الا كان عندهم حق عندنا راه كاينه الحمد لله الوزاره، وهذه عين النزاغ ماشي هي الاولى ولا الاخرى، راه الحمد لله الا تفتح الباب ديال هذا عين النزاغ وان ترجع كمدينه كترجع بلديه، راه كاين الحمد لله نعطيها على صعيد الاقليم. راه كاين سيدي حجاج هي خاصها ترجع بلديه ولاد مراه، راه كاين عين ضربان، راه كاينه تمدروست، راه كاين ولاد عفيف، راه كاين ولاد صغير. هذا على مستوى الاقليم. ناهيك عن المشكل، لان هذا المشكل الا مشينا فيه ومشينا في التسويه الاداريه اللي كيدعيوهم اللي هي ما عمرها غتكون، راه غتاجج الوضع في المغرب كامل. وحنا هاد الناس اولا اجتماعيا وسلميا كنقولوا لهاد الناس سيروا تخدموا وسيروا، ولكن هما تتحركهم ايديولوجيه معينه وما بقاش الهدف ديالهم هو العيش ولا لقمه العيش، وانما الهدف ديالهم ولا هدف سياسي محض. وحنا راه بارئين من هاد التوجهات. حنا كمهنيين كنطالبوا لقمه العيش وكنطالبوا بهذا بعد ما استنفذنا الحوار وجاء، لان هذه المسائل كلها جات بعد ما اننا قمنا بمجموعه من الوقفات، والاخوان راهم تيعلموا. درنا الوقفه الاولى اللي كان العام السابق اللي سبق، خدا عطى تعليمات الامن باش يديروا محاضر في هاد الناس المخالفين اللي ما تيديروش خط وما ديروش. جاوا فعلا الامن دار الدور ديالو وقام بتحرير مجموعه من المحاضر اللي كتفوق 70 ولا الدار اللي تفوق مع 30 ولا 40، وتحالت على هاد العماله، والعماله ما خداتش البادره ديالها وبقات كتعطينا لغه السويف. جاء هذا السيد العامل اللي انتظرنا بفارغ من الصبر، وكنا كنتظروا اجراءات فعاله وعاجله لحد من هذه الفوضى وهذا التمييش وهذا الاقصاء. فاذا بنا كنتفاجئوا كيريح معنا السيد العامل لقاءين، اللقاء الاول اللي كان بحضره الامن وبحضره سميتو، واللقاء الثاني اللي كان انفرادي بحضره رئيس المجلس الاقليمي والسيد البرلماني ديال العداله والتنميه ومجموعه من الاخوان، اللي انهم عطانا وعد بانه السيد العامل قال في اطار التعايش وفي كذا وفي اطار المقاربات وكل شيء غنخلي هاد الناس. وفرض علينا هو السيد العامل بعد ما خرج زياره ميدانيه، فرض علينا موقع وقبلناه باش ان الامور تستمر وباش ان السيد العامل نخليه يمشي يخدم اللي هو الخدمه اللي جاي عليه وهي الاستثمار والمنطقه ديال السطات انها تزدهر وتزيد. فعلا على اساس عطانا اسبوع، تصدرنا الاسبوع داز، بدينا الاسبوع الثاني كانت تبقى غير مجردنا. اليوم راه الاخوان ضاقوا من هذه الوعود، ما تلاوش ما عرفوا ما يمكن نتكلموا، كل شيء كل واحد كيرمي الكره في الملعب ديال الاخر. الاخوان دابا رحنا واقفين هنا، السيد العام رحنا مشينا دابا ناقشنا قلنا مع السيد والامن ما قادرش يتحمل المسؤوليه، تيقول لك انا كسلطه تنفيذيه. ريحنا مع الشؤون الاقتصاديه تيقول لك انا العمل ما كاين شيء. احنا دابا الاخوان راهم حنا بعد ما استشرنا معاهم راه تيقول حنا صامدين. تيجي السيد العامل حنا ما يمكنش، قال لك ان هاد 10 سيارات الاجره تأجج واحد القطاع ديال المهني اللي هو ديال يعني كيفوق ال 250 ولا 260 سياره. وهاد الناس بعد اولا انهم مشاو انهم حرضوا الاقليم كامل انه زال الخط. هذا من يتزال الخط ولا ما عرفنا شكون هي السطات شكون هي بن حمد، تصور انها بوقرقوح ولا بيضه بحال برشيد، وهذا في حد ذاته كيشكل واحد الخطوره على السلام والامن ديال المواطنين. واليوم رحنا في اطار التواصل وفي اطار المقاربات وفي اطار التعايش، رحنا اليوم كمهنيين يد واحده ومتضامنين وكلنا يد واحده وراء جلاله الملك. وعاش محمد السادس رحمه الله، عاش الاسره العلويه، وتحيه للحضور. عاش الملك.